ابني بيشتم، يا ترى اضحك على كلامه ولا زعق؟ كنت قاعدة في البيت وابني قاعد بيلعب، وفجأة قال كلمة مش متوقعة خالص. بصيت له كده واتصدمت، هو سمعها منين ده؟ وفي اللحظة دي عدت في دماغي مليون فكرة. يا ترى زعق له، احرجه، اضحك، ولا اعمل ايه، ولا اعمل نفسي اصلا ما سمعتش حاجة؟ وسألت نفسي سؤال مهم، هو ابني بيشتم ليه؟ وده اللي هنجاوب عليه النهاردة في الفيديو بتاعنا. أول حاجة، هو الطفل جاب الكلمة دي منين أصلا؟ لما الطفل صغير يقول شتيمة ما تستعجليش في الحكم عليه. هو ما قالش كده عشان هو قليل الأدب، هو ممكن يكون سمع الكلمة دي من حاجات كتيرة جدا. ممكن يكون سمعها من التلفزيون حتى لو في كرتون، ممكن من فيديوهات الأطفال على اليوتيوب أو الأطفال في الشارع، ممكن من حد كبير في العيلة قالها وهو متضايق، وأحيانا ودي بتحصل من الأم أو الأب نفسهم من غير ما ياخدوا بالهم. الطفل في السن الصغير بيقلد اكتر ما بيفهم، يعني ممكن يكرر الكلمة وهو مش فاهم معناها، بس هو شايف ان اللي قال الكلمة دي شد انتباه اللي حواليه او خلى الناس تضحك. طيب المفروض اول رد فعل منك على اللي عمله ايه؟ اول مرة الطفل يشتم رد فعلك هو اللي هيحدد هل هيكمل فيها ولا هيوقف. لو ضحكتي هتتحول الشتيمة بالنسبة له لحاجة مضحكة وهيفضل يكررها عشان ماما بتضحك. طيب لو زعقت بعنف هيخاف لحظة، بس مش هيفهم ليه انت اتضايقتي، وهتفضل الكلمة في دماغه. ولو كان بيقولها عشان يلفت نظرك كده زودت رغبته في تكرارها. طيب لو تجاهلتي تماما ممكن يفهم ان الكلمة عادي وممكن يكررها قدام ناس تانية عادي. طيب الحل ايه؟ هدوء ووعي وتعليم، التلاتة دول، انك تكوني هادية، عندك وعي، وتفهميه. طيب يعني برضو اتصرف ازاي؟ اول حاجة حافظي على هدوءك تماما، خدي نفس وبصيله بهدوء وقولي الكلمة دي ما ينفعش تتقال، هي كلام مش محترم خالص، وامشي او كملي اللي انت بتعمليه. لما يشوف ان الكلمة ما جابتش ضحك ولا صريخ ولا اهتمام هو مش هيكرر. تاني حاجة، وضحي المعنى لو لازم، يعني لو الكلمة تستحمل ان انت توضحي معناها وضحي معناها. لو الطفل اكبر شوية وسألك يعني ايه الكلمة دي، قوليله دي كلمة مش لطيفة بتجرح اللي بيسمعها، احنا ببيتنا ما بنستخدمش الكلام ده خالص، ممنوع نستخدم الكلام ده. مهم ان الطفل يعرف ان في كلمات مؤذية حتى لو مش شتيمة صريحة، زي انت اصلا غبي، انت ما بتفهمش، انا مش بحبك. دي كلمات بتأذي، ودي فرصة كمان اننا نعلمه ان الكلمات دي بتأذي وبتجرح. اختار كلامك زي ما بتختار لبسك، لان اللي بتقوله بيعبر عنك. طيب امتى اكون صارمة وحازمة؟ في فرق بين مرة او مرتين الطفل قال الكلمة دي بالغلط وهو مش فاهم، وبينه انه يكررها بعد ما وضحت له اكتر من مرة ان الكلمة دي غلط. ساعتها لازم تكوني حازمة بهدوء، يعني انا قلت قبل كده ان الكلمة دي غلط، ولو اتكررت في عواقب هتحصل، وابتدي عرفيه اللي هيحصل لما يكرر الكلام ده تاني، مش عقاب بس نتيجة للي هو هيقوله تاني. لو كررتها مش هتلعب دلوقتي، لو شتمت مش هنخرج من المكان. الناس اللي بتقول كلام وحش محدش بيحب يلعب معاهم. الرسالة هنا ايه؟ اللي يختار ان هو يقول كلام غلط يتحمل النتيجة بتاعته. طيب ازاي اخليه يختار كلامه صح؟ اول حاجة كوني قدوة، دي اهم حاجة. لو انتي او بابا بتقولوا كلمات جارحة او عصبية الطفل هيقلد، فحتى وانتي متضايقة اختاري كلامك. تاني حاجة علميه يعبر عن مشاعره، لو انا زعلان تعالى قول لي انا زعلان، لو انت متضايق قول لي انا متضايق بدل ما تشتم. تالت حاجة هنمدح الكلام الجميل، انا بحبك لما تتكلم بأدب، كلامك الحلو خلاني فخورة بيك جدا. رابع حاجة حولي الشتيمة لفرصة للتعلم. عارف الكلمة دي انا هقولك بدلها كلمة احسن منها، تعالى يلا يا بط. ابنك مش سيء ولا هو قليل الادب، هو بس محتاج انك توجهيه. فالمرة اللي شتم فيها مش نهاية العالم يعني، بس هي فرصة حقيقية انك تعلميه ان الكلمة تعتبر قوة، يعني الكلمة ممكن تبني وممكن تهد. الكلمة دي هي اللي هتعبر عنك، ممكن تفرح اللي قدامك وممكن تجرح اللي قدامك، ومهمته ان هو يختار، ومهمتك انك تعلميه يختار صح. وبكده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.